اهلا بيكم. كنا وعدناكم من حفل اوسكار 2012 اللي فات ان احنا نقدم حلقه خاصه عن الاستاذ ابراهيم عيسى، وخلونا في البدايه نتفق ان الاستاذ ابراهيم عيسى هو قيمه سياسيه كبيره، لانه يكفيه فخرا انه كان من اكثر المعارضين لنظام مبارك بالذات في السنوات الاخيره وبقمه الشراسه. احنا النهارده جايين عشان نعرض بعض الافكار والقيم والمبادئ الاساسيه سواء كانت سياسيه او ثقافيه او حتى اجتماعيه او عقائديه للاستاذ ابراهيم عيسى. خليكم معانا، تابعونا بعد الفاصل. صلي على النبي كنت شامي او مغربي، مدح الحبيب ده مكسبي، اسمع وصلي على النبي. في البداية الأستاذ إبراهيم عيسى هو أول واحد بمنتهى الصراحة واجهنا كلنا كشعب مصري بحقيقتنا من غير كذب ولا تجميل ولا خداع، وقال لنا بمنتهى الصراحة رأيه فينا كشعب مصري. نتكلم في موضوع إن إحنا عايشين طول الوقت إحنا أحسن شعب في العالم، إحنا أجمل بلد في الدنيا، مش فاهم ليه؟ ليه أحسن شعب في العالم؟ وليه أجمل بلد؟ وليه المفروض نبقى أجمل بلد في الدنيا؟ وليه المفروض نبقى أحسن شعب في العالم؟ ليه يعني بأمارة إيه؟ علشان كده اوعى حد يضحك عليكم كمصريين بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ووصيته بينا كمصريين او بتاريخنا العظيم من دحر للصليبيين الى التتار الى ابعد من ذلك. كل ده عند الاستاذ ابراهيم بلا قيمه، لان هو الوحيد اللي عارف نفسيه الشعب المصري اللي مليانه كذب وتحايل. المصريين شعب متحايل من آلاف السنين، بيتحايل على النهر، الرزق، الحكام، القهر، القمع، وكمان بيتحايلوا على دينهم. أجمل ما في الأستاذ إبراهيم عيسى هو العلم الغزير بالذات بالأمور الشرعية اللي بتمكنه دائما من الفتوى في أمور تعتبر أصل من أصول الدين الإسلامي زي اللي هنشوفها دلوقتي. مفيش حاجة في الدين اسمها حجاب المرأة شيء لا وجود له في الدين. وهي دي رسالة الأستاذ إبراهيم عيسى لكل أخت مسلمة، إلاقي حجابك يا أختي ما تخافيش، خلي العالم كله يشوف جمال شعرك وجمال ودانك. علشان كده هتلاقي الأستاذ إبراهيم عيسى حريص كل الحرص إنه يضحك على كل أخت مسلمة يقول لها إن الحجاب ملوش أي أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تدور كمان مفيش في السنة النبوية أي حديث شريف يقول تحجبي، مفيش كلمة تحجب دي، حتى كلمة التحجب والمحجبة دي مفردات نحو. مش كده وبس، ده حتى القرآن لو قريتي آيات الحجاب فيه يا أختي ما تصدقيش نفسك، لأنك لازم تصدقي العلامة المفتي الأستاذ إبراهيم عيسى. الحجاب بمعناه غطاء الشعر واللي بنشوفه في حياتنا المصرية أو حياتنا العربية مش موجود في القرآن حاجة اسمها الحجاب بالمعنى ده. اللي موجود حجاب اللي هو المكان الحاجز، ده الحجاب. ولو الأستاذ إبراهيم عيسى كان كلف نفسه وفتح المصحف الكريم في سورة النور الآية 31 كان هيجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية كما قال رب العالمين. وعامة خلينا نروح لعالم من علماء القرآن الكريم يقول لنا تفسير ومعنى هذه الآية الكريمة. خمرهن على جيوبهن، وشوف كلمة وليضربن دي، شوف تعبير القرآن. الضرب ده ايه؟ وضعه بشدة، مش تجيب الطرحة كده وتعملها كده يعني بس كده عشان الهواء بس يعملها كده، ده تربطها ربطة كده علشان ما ايه؟ يضربن بخمرهن على ايه؟ الخمار غطاء الرأس. هو الحجاب مش مقتنعين بيه يا مولانا يعني، ما هو مش مقتنعين بالإسلام أساسا. فوجهة نظر فضيلتك بعض الصحفيين والصحفيات يقولن في وجهة نظر وفيها كلام من أنكر شيئا من معلوما من الدين بالضرورة فقد خرج من الملة. المشكلة أن الأستاذ إبراهيم عيسى يرى في الشيخ الشعراوي أنه لا يصلح إلى الفتوى، وقال عنه في كتابه أفكار مهددة بالقتل صفحة 11 أن الشيخ الشعراوي هو شيخ يخدم التخلف، وشبهه ببابا الفاتيكان ولكن على الطريقة الإسلامية الذي تعبر من خلاله إلى جماعة المسلمين كل الأفكار المتطرفة. ومعكم اسم وصورة الكتاب. المشكلة عند الأستاذ إبراهيم إن إجماع أهل العلم سواء في الحديث أو في الفقه لا يعني عنده أي شيء، وليس بدليل كافي على صحة أي شيء إلا اللي هو مقتنع به فقط. الإجماع مش دليل صحة عندي الحقيقة. ما شاء الله أنت حضرتك بقيت من الأئمة اللي يقول لك ليس عندي بدليل صحة. ألف مبروك عضو لجنة الفتوى. ولما حاولنا حتى نقنعه
بأصح كتاب بعد كتاب الله وهو كتاب الإمام البخاري، للأسف رفضوا الأستاذ إبراهيم عيسى وقال أنه لا يمضي في ذهني بشيء. تقول عندي ليس بدليل، دي كلمة كبيرة، ده ولا شيخ الأزهر ده البخاري فيه ان النبي اتسحر وفيه انه ده لا اصدق هذا ولا يعني ولا يمضي في ذهني بتصديق. والسؤال الآن يا أستاذ إبراهيم، لو رفضنا إجماع أهل العلم والإمام البخاري بحجة إن عقل سيادتك مش مقتنع أو مش مصدق اللي هم بيقولوه، فهل نعرض أمور ديننا وأحكامنا على عقل سيادتك؟ واللي حضرتك مقتنع بيه نؤمن بيه، واللي حضرتك رافضه نهمله؟ ويا ترى إيه رأي حضرتك في حادثة زي حادثة الإسراء والمعراج؟ هل هي تمضي في عقل سيادتك يا أستاذ إبراهيم أمام آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقطع كل الألسنة؟ إنما نيجي بقى الحديث، طيب النبي سحر عليه الصلاة والسلام، لا 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 كلام فاضي. ليه يا عمي؟ أمر العقل ما يقروش. تبدأ الحديث في البخاري ومسلم ولو كده خلاص يبقى نرد الدين بقى، هنرد الدين بالكامل بالكامل. ليه؟ تعال بقى نعرض الأحاديث على العقول. عقلك يقول والله الحديث ده حلو زي السكر زي الفل أنا هقبله. عقلي يقول لا أنا مش قابل الحديث ده. عقل الثالث لا والله بين معتزلي بقى بين ويضيع الدين، يضيع الدين بين أدعياء العقلنة. ده كلام فاضي يا اخوانا، ده منهج مختل. من أهم التعليم اللي بيعلمها لنا الأستاذ إبراهيم إن في مفاهيم جديدة للعبادة في الإسلام وخصوصا في شهر رمضان. إنه جزء من التدين إنه ما يشتريش جرايد ويبدأ يقرأ بس قرآن، ويبدأ يقرأ بس قرآن. أيوة يا إخوانا، مفيش مشكلة لما نقول للناس سيبوا قراءة القرآن شوية في شهر رمضان وركزوا على الجرايد. يا إخوانا ده توزيع الجرايد تقريبا في شهر رمضان بينزل للنص، يعني بيوتنا هتتخرب. الناس تبطل تقرأ جرايد، ربع الناس اللي بيشتروا جرايد ما بيشتروهاش، وبعدين يرجعوا في ال10 أيام منتصف رمضان كده، يعني من يوم 11 ليوم 20 مثلا، وبعدين يجي ال10 الأواخر في رمضان انسى. التوزيع بقى مش بيقل 25%، التوزيع ممكن يقلله 50%. شيء غريب، شيء عجيب. ده حتى العبادة وقراءة القرآن والصلوات في المسجد وصلاة الفجر وصلاة القيام كلها عند الأستاذ إبراهيم في شهر رمضان تعتبر من المظاهر الشكلية، المظاهر الشكلية للتدين، ومش هي التدين أبدا. مئات عشرات آلاف ضارعين لله في صلاة الفجر، سعي من العشرات قبل الأذان بيلهسوا في طريق الجامع جلاليب البيضاء السبحات، السبحة في الإيد. آلاف يقفون في الشوارع والأرصفة بيصلوا التراويح خلف شيخ يقرأ جزءا من القرآن الكريم في ركعات التراويح. كل ده واكتر في رمضان، لكن كل ده مظاهر تدين وليس تدين، مظاهر تدين. انما التدين الحقيقي عند الاستاذ ابراهيم هو انك تستغل وقتك في شهر رمضان مش في قراءة القرآن والصلاة والاعمال الشكلية اللي كنا بنتكلم فيها، وانما في اعمال جديدة، اعمال مهمة. انت عارف الحياة مليانة حمار، احمر يا حمراني. ده انت رايق قوي. لاسع. انا عايز رابعه ابتدائي. هربت من اسكندريه. هربتي ورقصتي. اهلي ربوني كده ونعم التربية. فاتن حمامة. هي ليه سيدة الشاشة بس؟ هم نفسهم عاملين كده من قبل ما يجيبوا السجارة. يلا يا منتفعين يا والله متأسلم، احنا شعب كده. الخمرة والنسوان. وللأمانة مفيش شيء لم يسلم من سخرية أو استهزاء الأستاذ إبراهيم، ابتداء من الخلافة الإسلامية اللي وصلت فيها جيوش المسلمين من الصين شرقا حتى جنوب فرنسا، وكانت فيها الأمة الإسلامية من أعتى الإمبراطوريات سواء كانت من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو حتى العسكرية. كل ده اختزله الأستاذ إبراهيم في 12 سنة، واعتبر في الآخر أن الخلافة الإسلامية كانت غير عادلة. يعني كل الموضوع على بعضه 12 سنة في 1432 سنة وتقول الخلافة عادلة؟ عادلة ايه؟ ده نموذج او دي نماذج العدل في الخلافة الإسلامية؟ ايه مفيش عدل، اذا هي خلافة بلا عدل. حتى القرآن الكريم لم يسلم من استهزاء الأستاذ إبراهيم، وكنا أول مرة نسمع حد يستهزأ ويسخر ويرقص على آية من آيات القرآن الكريم. هم اقرأوا كتابية أو سلطانية. سلطانية سلطانية سلطانية، لا ده سلطانية، مش سلطانية، لا سلطانية. في ختام حلقتنا مع حضراتكم نحب نقول لكم هو ده الإعلامي والقيمة الكبيرة الأستاذ إبراهيم عيسى.
نثق تماما في أن الأستاذ إبراهيم يحتاج إلى ساعات أخرى عشان نعرض الكثير من أفكاره وآرائه، سواء كانت السياسية أو الثقافية أو حتى العقائدية. ولكننا في ختام حلقتنا نحب نقول له هو ولكل الإعلام المصري: اكتب ما شئت ولا تخجل، فالكذب مباح يا إعلام. ضع ألف سفيه وسفيه فوق البنيان، مزق آيات الصدق وحرفها في كل مكان. واسخر من كل الذكر بلا خجل وبلا استئذان، فزمان الردة نعرفه، زمن المعصية بلا نكران. إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان، لن يشرق ضوء من قلب لم يعرف طعم الإيمان. فحصار المسجد مكرمة وإمام المسجد قرصان. هل تقدر يوما يا إعلام أن تسخر من مينا أو تلقي قصا في النيران؟ لا تخشى خيول أبا بكر ولا ترجو النخوة أزمان، فالنخوة قتلت في زمن قد لفظ العزة أزمان. قوم قد ملوا الطهر واعتبروا الشرعة أوسان، قد تاجروا بدماء إخواني ودماء إخواني على القمصان. قم وأري المعبد في عجل، فلبوذا كان القربان. حرض من شئت على وطني بالجوع وحتى بالعدوان. أخبرني بربك يا إعلام، هل متى تفيق من الهذيان؟ والله لا يعلو صوت الحق في كل زمان ومكان. تصبحوا على خير.